ست الكل القمر قاعدة بتاكل الموز ومبهدلة الدنيا حواليها، قاعدة بقى الجو شتا ولابسة العفريتة بتاعتها. جوزها راح متصل بيها وقايل لها الحقي ماما جاية، ماما جاية. يا دي النيلة ويا دي الحوسة، قامت يلا شدي حيلك يا روحي. الفكرة ان البيت طول ما هو متروق واحنا مش مأنتخين مفيش ضيوف بتيجي، اول ما بس نفكر يوم ان احنا هنأنتخ النهارده الضيوف كلها بتيجي غسلتي غسلتي يا جماعة. بس طبعا هناك فرق، هناك عندهم الحاجة غير يعني غير عندنا، مع انها ممكن تكون نفس الماركة عادي جدا. وقامت كده وشدت حيلها يعني ظبطت حالها بقى وأمورها. والله الواحد بيزعل قوي ان هو طول ما البيت نضيف بقى وعامل اللي عليه ومحمل عياله ومشطفهم وملبسهم ومفيش حتى في الغسالة حاجة، مفيش حد بيجي. ينفع قلب كده على التويليت يعني؟ ما ينفعش، ينفع القلوب دي مكانها مش هنا. تكي 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 ظبطت الحمام، عجبني حمامها الصراحة. دخلت المطبخ أغمى عليها على طول، هتشوف. كلهم بيغمى عليهم من شكل المطبخ. انا لما المطبخ بيقعد مثلا عندي يوم ما ينضفش بسبب مثلا ميه قطعه او مفيش مثلا صابون مواعين او اي حاجه، بحس ان انا فعلا لازم يوما عليا لما بشوف شكل المطبخ. بصوا في قاعده، طول ما الحمام والمطبخ نضاف البيت كله بالنسبه لي نضيف. دول يتكركبوا البيت بيبقى مكركب، ما بعرفش فين، ما اعرفش ليه، انا اسفه ليه، بس هم طول ما دول نضاف البيت كله نضيف. بس بقى البيت نضيف كده ويتعطر وريحته حلوه. بس والله هي شاطره، قامت وتحدت الكسل، تحدت الكسل يا جماعه وظبطت امورها. ان يعني برضو الدنيا عندهم تحسوا الحياة عندهم سهلة مش زي عندنا، احنا برضو محتاجين امكانيات كتير زي اللي عندهم، مع ان هي بيتها بسيط والله، بس في برضو امكانيات مش موجودة عندنا. فين الولاد؟ مفيش ولاد، دي من ضمن الامكانيات. لا انا بهزر طبعا، هي عندها ولاد وكل حاجه. خلصت وظبطت امورها وحالها ولبست واستنت الضيوف. في الاخر بعت لها رساله محدش جاي، هيغمى عليها دلوقتي.